انا كان نفسي اطلع رحله الاقصر واسوان من وانا في اولى اعدادي. انا دلوقتي في رابعه جامعه. كل سنه كنت ابعتها لاصحابي واقول لهم يلا نطلع، اللي المشوار طويل عليها، اللي عندها امتحانات واللي عندها مذاكره، اللي زهقانه ومكسله، اللي الجو حر قوي خلينا السنه الجايه، واللي الجو برد قوي خلينا السنه اللي بعدها. وتيجي السنه اللي بعدها وابعت لهم لحد ما الصحاب نفسهم اللي انا كنت ابعت لهم اتغيروا وانا لسه ما رحتش. لحد ما جيت السنه اللي فاتت وانا بحط الفيجن بورد بتاعتي، قررت اني احطها في الفيجن بورد وما كانش عندي اي فكره انا هروحها ازاي السنه دي. والسنه كلها عدت لحد ما جه شهر 12 وجات لي فرصه ان انا اطلع. عايزه اقول لكم اني عملت حاجه غريبه جدا، انا حجزتها وما قلتش لولا حد من صحابي. الوحيدين اللي كانوا يعرفوا هو بابا وماما. كنت رايحه مع مكان امان وكده، وكنا كلنا بنات، وبجد بجد كانت تجربه من احلى التجارب اللي مريت بيها في حياتي. انا كنت قاعده في الاوضه مع جروب بنات كلهم كانوا يعرفوا بعض وكلهم كانوا صحاب، وانا كنت الوحيده الغريبه. كانوا لذاذ جدا، ودايما كانت الجمله اللي في دماغي اللي هو صحابي دول كانوا ناس غريبه انا اتعرفت عليها. طب ايه المشكله ما اتعرف على ناس جديده؟ ما يمكن الناس الجديده دي تكون احلى بكتير من الناس اللي انا اصلا عارفاها وقاعده محبوسه معاها. بس انا بجد كنت مبسوطه اني حاسه اني بحقق حلم من احلامي، وان كان عندي الشجاعه الكافيه ان انا اسافر اسبوع كامل مع ناس ما اعرفهاش، وان الحمد لله وصلت لمرحله مع نفسي ان انا حتى لو قعدت الاسبوع ده كله لوحدي فانا هكون مبسوطه، واني خلاص ما بقتش اربط سعادتي بوجود حد، واني اقدر اكون مبسوطه لوحدي عادي ومع ناس ما اعرفهاش عادي، واتعرف على ناس من اول وجديد عادي، واني اخرج بره الكومفورت زون بتاعتي عادي. يعني انا دلوقتي لو قلت لي صحابك يجوا معاكي ولا تروحي لوحدك هقول لك لا، اروح لوحدي، من كتر ما التجربه كانت فعلا حلوه. ففعلا ارمي نفسك فعلا، على قد ما انت بتكون خايف ان انت ما تتبسطش او كده، على قد ما انت بتكون فخور جدا بنفسك. وخليك فاكر انك لو استنيت كل الناس تيجي معاك الاماكن اللي انت عاوز تروحها فانت مش هتروح اي حته.